يا جماعه انا مش عارف الاخوه السودانيين اللي في مصر هم عايزين مننا ايه وليه بيتعاملوا معانا باسلوب مش حلو. انا عملت فيديو قبل كده وقلت ان في بعض الاخوه السودانيين، وبقول اخوه اهو، بيتعاملوا بطريقه مش كويسه واسلوبهم ناشف. فانا دلوقتي بقول ان هي مش حاله فرديه ومش مره ولا اتنين وتلاته وكل مره الواحد يعديها ويقول معلش وظروف وبتاع. بس انا بقيس الكلام على نفسي. انا لما ابقى واحد ضيف في اي بلد بره هتعامل مع الناس اللي في البلد دي باحترام. فمش هينزل مش هسافر بلد مثلا واتعامل مع الناس اللي فيها باسلوب مش حلو او احاول ان انا اكل حقهم. يعني انا كنت واخد عميل من 3 عملاء ستات من اكتوبر لجسر السويس بالظبط عند رنين. فهم عاملين اللوكيشن عند شيل اوت الناحيه الثانيه ورنين على الشمال، فعايزيني الف انزلهم الناحيه الثانيه. فقلت لهم حضرتك انت عامله فليكس وطالبه هنا الناحيه دي، وانا عشان الف الناحيه الثانيه هنزل الف من عند كوبري التجنيد والدنيا زحمه يعني على الاقل المشوار ده 3 كيلو او 4 كيلو يعني. فلا وصلنا وهو كده وبنركب كده على طول. قلت لها انا ما يخصنيش كده على طول، كنت تطلبي وصلني واي مسافه زياده عايزه تمشيها امشيها وتتحسب عليك، انما انت طالبه فليكس. فالمهم طب انت عايز ايه؟ فقلت نقسم البلد نصين. قلت لها هاخد منك 20 جنيه زياده، انتوا ضيوف ومش مشكله. عملت اللي عليا، لفيت وصلتهم الناحيه الثانيه. عايزاني بقى اخش الزيتون جوه. يعني بص بقى ايه هي ال 20 جنيه اللي هي تدفعها؟ تقول لي لا ده احنا عايزين نخش جوه، ادخلها الزيتون بقى. يعني مش قصه بقى ان انا هنزلها عند البنك الاهلي، لا ده انا اخش كده لحد ما نوصل للاخر اخر الشارع. وطبعا اللي عارف المنطقه دي بالليل والخميس وشوارع الزيتون بتكون عامله ازاي هيبقى عارف انا اقصد ايه وعارف الزحمه بتكون عامله ازاي. ولو طلبت كده اصلا باحترام وباسلوب كويس لان هي بتطلب حاجه استثنائيه مش حقها، انا ما عنديش مشكله برضو هوصلها ومش عايز منها فلوس خالص. المهم الحساب كام؟ قلت لها الحساب هي كان عندها خصم فكان 320 بعد الخصم اللي كان عندها، فزودت عليها ال 20 فبقول لها 340. بعد ما وصلنا معهاش فكه فبتطلع لي 330. ما عنديش مشكله، مسامح في ال 10 جنيه. عداني العيب اهو. المفروض ده مع اي حد بيفهم في الاصول تنزل تقول لي شكرا، لا نازله ترزع باب العربيه المهزأه وتقول لي انت زول مش محترم او انت زول مش طيب. فانا طبعا بقى لساني فلت غصب عني، انا على طول بعديها بس مش للدرجه دي يعني. زول مش طيب وبتاع ونازله تبرطم. قلت لها تصدقي ان انت مش محترمه، يعني انا سايب معاكي 10 جنيه وما رضيتش اقول لك المشوار ده اطلبي رحله ثانيه هيبقى على الاقل 40 جنيه ولا 50 جنيه وعملت باصلي وانت نازله تغلطي فيا. طب يعني احنا بنستحملكم هنا وكلنا اخوه وربنا يعني قال ان الكلام بالمعروف وان احنا نعامل الناس باحسان. طب ما يبقى الاحسان جزاؤه الاحسان، ما بقاش انا عملت معاكي حاجه كويسه وتبقى انت ردك واسلوبك بالطريقه دي. فواضح كده ان انا اخد قرار ان انا لما الاقي اي حد سوداني هيبقى عاطل مع باطل، مع احترامي بقى للناس المحترمين، بس شوفوا زمايلكم بيعملوا ايه وشوفوا بقيه الناس اللي موجودين هنا بيعملوا ايه. فعشان اريح دماغي وما يبقاش الموضوع فيه حرق الدم فهاخدها من قصرها. واي رحله هلاقي بقى بالنسبه لي فيها حد سوداني مش يعني هساله بقى الاول انت محترم ولا مش محترم، فاكبر دماغي واكنسلها احسن يعني.